أهلا بكم في فيديو جديد في بودكاست بنوتة. في الفيديو ده هنتكلم عن معجزات الاستغفار. الحقيقة ان احنا احيانا كتير بيبقى عندنا امنيات وبندعي، بس بيكون زي في عائق بيننا وبين تحقيق الامنية دي. الحقيقة ان اغلبنا ما يعرفش ان احنا ممكن ذنوبنا تكون سبب في تعطيل استجابة دعوتنا. عشان كده ضروري ان احنا نستغفر باستمرار عشان نقدر ننظف ذنوبنا دي او نمحيها، بحيث ان احنا ساعتها هنكون مستجيبين الدعوة. عشان كده النهاردة هنتكلم عن معجزات الاستغفار في تحقيق الدعوات. كلنا عارفين أهمية الدعوات، وإن ربنا بيحب العبد اللحوح اللي بيدعي كتير وكل ده. فإحنا ضروري ندعي يا جماعة، حتى لو أنا مثلا نفسي أكل شوكولاتة أقول يا رب أنا عايزة شوكولاتة كده. يعني الصحابة كانوا بيسألوا حتى ملح بتاع طعامهم كانوا بيدعوا بيه. فإحنا محتاجين نورمالايز ان احنا ندعي بأبسط الحاجات. مش لازم تكون دعوة كبيرة قوي، احنا كده هندعي الدعوات الكبيرة وهندعي دعوات اللي احنا شايفينها ان هي مستحيلة. مفيش حاجة مستحيلة عند ربنا. هندعي برضو بالحاجات الصغيرة. يا رب ما تأخرش على معادي، يا رب السكة تبقى سالكة، يا رب المحل يبقى فاتح. كل دي دعوات لو قلناها يوميا احنا بنؤجر عليها على فكرة، وبتسبب تيسير كبير وتسخير في حياتنا، ونلاقي امورنا بتمشي بشكل كويس. طيب عشان بقى دعواتنا تكون مستجابة بشكل اسرع، يعني تحس احيانا في اشخاص بيبقوا مستجابين الدعوة، اشخاص لو دعوا اي دعاء بتلاقيه فجأة تحققوا بسرعة. الناس بتبقى مستغربة، طب يعني البني ادم ده ازاي كده؟ لو تعمقنا في حياة البني ادم ده هنلاقي ان البني ادم ده بيكسر من الاستغفار، بيحاول يتقي الله، بيحاول يقلل ذنوب. يعني احنا كلنا مذنبين على فكرة، بس مش كلنا مستغفرين. الناجي فينا هو المستغفر. يعني احنا كلنا مذنبين بس مش كلنا هننجو. ليه؟ لان اللي بيستغفر هو اللي هينجو في الدنيا وفي الاخرة. ان الاستغفار زي ما قلنا هيكون سبب ان انت تكون شخص او انت يكوني شخص مستجاب الدعوة، وفي نفس الوقت هيكون سبب في نجاتك في الآخرة، دخولك الجنة، غفران ذنوبك، كل ده. ضروري ان يكون في ورد يومي للاستغفار. انا الحقيقة ان انا مش بحب احدد مثلا لو لازم نستغفر 5000 ألف مرة في اليوم، ولا 10,000 أو 1000. يعني هو فكرة الاستغفار سهل جدا، انت ممكن في نص ساعة تلاقي نفسك عملتي 1000 استغفار. بس انا مش هحدد عدد، ومش المفروض حد يحدد عدد، وانتي ما تستنيش من نفسك ان انتي تعملي عدد معين، ولكن خلي او عودي نفسك ان السبحة اللي بتبقى اللي هي السبحة الالكترونية اللي هي خاتم التسبيح ده يكون في ايدك او في ايدك باستمرار يوميا قبل النوم. استغفار استغفار استغفار، واحنا ماشيين في المواصلات، واحنا ماشيين في الشارع، واحنا بنلف في المحلات، واحنا بنجهز، لو انتي ست بيت وانتي في المطبخ بتعملي اكل. يعني في اوقات كتير عندنا في اليوم بنبقى ممكن يكون احنا بنعمل حاجة بس احنا مش بنستخدم عقلنا. يعني احنا بنعمل حاجة بس احنا ممكن نردد عادي، مش بنتكلم، مش محتاجين نركز. مثلا مش مذاكرة فانتي ما ينفعش تتكلمي او تقولي اذكار وانتي بتذاكري. في اوقات كتير في يومنا بنبقى قاعدين كده بنعمل ولا حاجة، حتى لو مثلا بنطبخ، بنعمل عصير، بنروق البيت، عادي هتقدري تستغفري.
ففي اوقات كتير في اليوم بتكون فاضية نقدر نعمل فيها ده، فاحنا نستغلها بقى في ده. هتيجي مع الوقت في اخر اليوم تبصي في السبحة هتلاقي نفسك وصلتي فعلا ل5000 استغفار، واللي هو انت ذات نفسك اصلا هتتصدمي اللي هو انا لحقت اعمل كده امتى. فهو بجد سهل، يعني من اسهل الاذكار بالنسبه لي الصراحه. يعني الصلاه على النبي بجد كويسه جدا، التسبيح كل ده، بس من اسهل الحاجات بالنسبه لي في السبحه او اللي انا بلاقيها عملت معايا سبحان الله اعداد كبيره هي الاستغفار. في طرق كتير للاستغفار، مش هتفرق، انت اختاري ايسرهم بالنسبه لك، لان احنا ديننا دين يسر، فانت ما تصعبيش الدنيا على نفسك. مش لازم لحد يقولك لا لازم تقولي صيغة الاستغفار الكاملة اللي هي مش عارفة لا اله الا انت، اللي هي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بجد مش لازم، احنا ممكن تقولي استغفر الله استغفر الله استغفر، ده كفاية كفاية جدا بجد. فانت شوفي الاسهل بالنسبة لك، والله كنت قادرة تقولي الكبيرة تمام، قادرة تقولي استغفر الله استغفر الله بس مفيش مشاكل، وبالتدريج تقدري ان احنا نزود اكتر اعداد، نقول صيغة اكبر او غيره. في برضو طريقة استغفار، يعني هو دعاء قاله احد الانبياء كان سبب في نجاته في الدنيا من بطن الحوت. الدعاء ده فيه حاجتين، فيه تسبيح وفيه استغفار، اللي هو لا اله الا انت سبحانك، ده كده ايه تسبيح، اني كنت من الظالمين. يعني استغفار انا يا رب والله انا، يعني انا عارفه ان انا اذنبت وغلطانه ومفيش غيرك ان هو يسامحني، فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، محدش هينجيني غيرك. فبرضو ده احد صيغ الاستغفار اللي انا الصراحه بحبها قوي. هي مش سهله في القول في السبحه زي استغفر الله استغفر الله، ولكن لو قدرنا عليها برضو جميله، منها تسبيح ومنها استغفار. ولما ذكرت في القرآن ان هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا ساعتها نجاه من 3 ظلمات، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل. فلما ذكر الذكر ده في القرآن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللي بعدها على طول فاستجبنا له، فدي برضو من احد الاسباب استجابة دعوتنا، لان هي فيها زي ما قلنا تسبيح واستغفار. فمن اهم الحاجات اللي هتنجينا في الدنيا، يعني كده كده الفرائض دي اساسية، ولكن من الحاجات بقى اللي هي احنا محتاجين نضيفها في يومنا هي الاستغفار، لان هي فعلا نجاة في الدنيا والاخرة. تخلي ربنا يصب علينا الرزق صبا، يعمل لنا تسخير وتيسير في حياتنا، يسخر لنا جنود السماوات والارض، ينجينا في الآخرة من العذاب، حاجات بجد كتير قوي، يخلينا مستجابين الدعوة، لأن ربنا لو مش غضبان عليا ليه مش هيستجيب لي دعوتي؟ إلا لو هي ما فيهاش شر. ليه احنا برضو أحيانا بندعي بحاجات، يعني على فكرة دي حصلت لي كتير قوي في حياتي. كان عندي كذا دعوة في حياتي كنت متمسكة بيها جدا ومنشفة دماغي بقى فيها، واللي هو أنا عايزاها أنا عايزاها، وبقعد أدعي وفي الآخر ما حصلتش. انا هكدب لو قلت ان انا يعني ما حسيتش باستياء لما هي ما اتحققتش، لا انا حسيت باستياء وغضب وكل حاجه، ولكن لما عدى الوقت اكتشفت اللي هو بجد يا رب اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ان الدعوه دي اصلا ما اتقبلتش، لان هي فعلا لو كانت اتقبلت كان فيها هلاكي في الدنيا، سواء بقى في الدين في دين يعني الدنيويا، انها هتأثر في ديني، هتأثر في حياتي، هتخليني مهمومة مش سعيدة. انا شايفة ان فيها سعادتي، بس هي ربنا نظرته اكبر بكتير مننا. يعني الانسان بيدعو بالخير بالشر وهو فاكر ان ده خير، ربنا اللي عارف. فانت دعواتنا كلها كده كده احنا بنؤجر عليها، وكده كده بتستجاب، يا بتستجاب بيحصل يعني حاجة احسن منها، يعني والله انت شايف ان ده خير، ربنا شايف يعني شايفك عمال تدعي بده عشان انت شايف ده خير، طيب والله ده شر اساسا فاحنا مش هنحقق، بس هنديك حاجة احسن هتعوضك وهتخليك تقول والله يا رب انا راضي والحمد لله ان ده ما حصلش وحصل كده.
انا لو رجع بيا الزمن هختار يحصل لي نفس كل اللي حصل لي. مش يعني هي ترتيبات ربنا، الواحد بيدعي وبيعمل اللي عليه وبياخد بالاسباب وبيسعى وكل حاجه، بس ترتيبات ربنا هو الاضرب بمصلحتك فعلا. انت بتدعي وبتعمل اللي عليك، بس هو الاضرب بمصلحتك، هو اللي عارف انت عايز سعاده. انت بتدعي الدعوه دي عشان انت شايف ان انت فيها سعاده، والله ربنا عارف ان هي ما فيهاش سعادتك، فهو مش هيديك دي، بس هيديك حاجه تانية هتديك سعادتك برضه، هتديك نفس الغايه. انت عايز الشغلانه دي عشان شايف فيها رزقك وبتاع، في الحقيقه انت لو اشتغلت الشغلانه دي انت بجد هتهلك نفسيا جامد، ومش هتقدر تكمل وما فيهاش رزقك ومش عارفه ايه. فربنا هيوديك شغلانه تانية وتبقى مرتاح فيها نفسيا كلها، وهتاخد برضو الرزق اللي انت عايزه ومحتاجه. فدي الترتيبات الالهيه اللي احنا بجد عقلنا مش بيدركها غير بعد فتره، غير بعد مده. زي قصه سيدنا الخضر، لما كان اللي هو انت لما كان بيقول للنبي، انا مش عارفه مش متذكره بالظبط اسم النبي، بس كان بيقول له انت مش عارف ربنا عمل كده ليه، هو ربنا عمل كده لسبب تاني انت مش عارف، انت لن تستطيع عليه صبر، انت مش هتقدر تصبر عشان انت مش مدرك حكمه ربنا في اللي بيحصل دلوقتي. فاحنا بندعي يا جماعه، بنستغفر وبناخد بالاسباب وبنسعى وبندعي وكل حاجه، بس تبقى النتيجه دي بتاعت ربنا، يعني يا رب انت اضرب سعادتي فين، دي اهم حاجه. فاحنا ناخد بالاسباب، عايزين نكون مستجابين الدعوة، نستغفر يا جماعة، نلتزم على الاستغفار يوميا، يكون من الحاجات الملازمانة. كلنا بنذنب وكلنا ربنا يعفو عنا، ولكن الاستغفار هو اللي هينجينا. شكرا لكم، واتمنى اكون فدتكم في حلقة النهاردة، وان شاء الله اجيلكم في فيديو تاني مع بودكاست بنوتة.